السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني قوي قوي، وتعودت اطلع معاكم. النهاردة انا جايبة اكلة كده، اكلة اسرع اكلة بتتعمل لاي حد جاي من بره بسرعة عايز يعمل اكل كده. هي صينية البطاطس. صينية البطاطس بتاعتنا دي اللي مشهورين بيها، اللي هي وقت الطوارئ. طبعا انا بحط، انتوا فاهمين ان انا بحب حتة زبدة كده، وطبعا البطاطس روحها الزيت. تمام. بس انا هنا في بس حاجة انا بعملها نايف نايف، بس انا بس هعمل حاجة بسيطة عشان انا هدخل معاها. كان عندي 4 دبابيس كده فادخلهم معاها ان شاء الله. فانا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده حطيت حته زبده وشويه زيت، والبطاطس بتحب الزيت وانتوا عارفين كده. بصوا انا الوراك زي ما انتوا شايفين انا كنت متبلاها من بالليل، بديها تتبيله من بالليل. انا بحب الحاجات سواء مشويه، هي بس اللي على طول اللي بعملها على طول في الفراخ لو هسلقها. انما بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت بالوراك اهي على حته الزبده والزيت. تمام زي ما انتوا شايفين اهي. انا بحب اللحوم او الفراخ او الكبده، اي حاجه من دول تنزل في السمنه او الزيت على سرعه، يعني على الحاجه تبقى سخنه. احب الحاجه تاخد صدمه. تمام. انا كده بس بديها صدمه اهي. يبقى انا كده بس حطيت حته الزبده. هم 4 وراك، حابين تعملوها من غير الوراك براحتكم. انا بتكلم على صينيه البطاطس الاقتصاديه اللي احنا عارفين كلنا الظروف اللي كلنا بنمر بيها. والظروف دي على الناس كلها مش على حد معين، والله كلنا بنمر بيها. وانا ان شاء الله هطلع لكم باكلات تبقى على القد واقتصاديه ليا وليكم. مش بتكلم انا قبليكم، يعني انا موظفه والدنيا برضو معايا. تمام. انا نزلت بالوراك، مفيش وراك. تمام. بندي بس البصله تشويحه اهي. تمام. هي هعملها نايف نايف ان شاء الله، بس انا بس ايه ماشي زي ما انتوا شايفين اهو. اهي صينية اسرع صينية بطاطس ممكن تاكلوها، ودي بتبقى اسرع حاجة للناس اللي ايه حتى المبتدئين. صينية البطاطس دي اسرع حاجة ليهم، بتتعمل بسرعة جدا، ما بتاخدش حاجة، واي حد بيعملها محتاجة يعني. بس احنا بقى بندردش مع بعض، وانا برضو بوريكم طريقتي، اللي عنده طريقة احسن عايزين كلنا بنعلم بعضينا. انتوا وحشتوني قوي، وحشني تعليقاتكم، وحشني متنسونيش في اللايك والشير. انا كده نزلت بالبطاطس مع الفراخ زي ما انتوا شايفين، والبصل اهي زي ما هي، يعتبر اهي زي ما هي صحيحه، اهي زي ما هي ماشي. وصينيه البطاطس دي اسرع اكله بتتعمل، مش محتاجه يعني، دي اسرع اكله حتى للبنات الجميله المبتدئين في الطبخ. يعني دي اسرع حاجه تقولك انا عامله صينيه بطاطس دي اسرع حاجه عملناها. انا نزلت بالبطاطس زي ما قلت لكم البصله، قلت لكم الوراك نزلت بيها. لو ما فيش وراك هتبقى البصله بس، يا دوبك بس هنطعمها مع حته الزبده والزيت وملح وفلفل اسود وقرفه
واللهم صل على النبي، ملح وفلفل اسود وقرفه وشويه كزبره. وهفتح مكعب ماجي دلوقتي ومعلقه توم. جبت بقى البايركس زي ما انتم شايفين اهو. تمام. هبتدي بقى ان انا ارص بقى الحاجه كده، ارص الحاجه رصه جميله كده بحيث ايه تبقى الحاجه متساويه. تمام. والاكله دي كلها من غير اللي وراك مش هتكلفك كيلو ونص البطاطس، انا جايباه ب10 جنيه خلاص. واقل من نص كيلو طماطم، لان اللهم صل على النبي البطاطس ما بتحتاجش طماطم كتير. عموما الطبيخ عموما ما بيحتاجش طماطم كتير. تمام. ما بيحتاجش طماطم كتير. زي ما قلت لكم انا كده خلاص. شوفوا بقى انا الخطوه الاخيره اللي انا هعملها دي واخر خطوه. وادي الوراك دي كانت عندي. لو ما عندكيش وراك، بطاطس بس مع رز بشعريه. وانا هعمل بتنجان مقلي دلوقتي، واكله بسيطه واكله كلها على بعض. دول انا جايبه كيلو ونص البطاطس ب10، بس ما عملتهمش كلهم طبعا. ما عملتش البطاطس كلها. انتوا تعملوا على القد، انا بس مزوده عشان ايه. انا هو ده انا كده. بعمل دايما. معرفش مين جاي لنا، حد من اخواتي، حد جاي، حد كلب براحته. انا ما عنديش حته ان انت اتغديت خلاص، لا يعني. صدقوني البركه دي بتبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله يعني اكل يكون عاجبكم. واهم حاجه ان لو حتى انت عاملاها من غير فراخ، اهم حاجه ان انت تطعمي البصل مع السمنه كده وتدي تشويحه، مش تحمري البصل. خلاص انا كده خلصت ورصيت في البايركس. هعمل ايه؟ ده بقيت البصل الموجود. تمام اهو بقيت البصل. بقيت البصل اهو معايا. انا هنزل بقى بايه باخر حاجه اهو. هنزل بالطماطم. عايزه بس الطماطم تاخد غلوه، وبقيه البصل وبقيه التتبيله دي تاخد غلوه بس. وهطعمها دلوقتي حالا بالماجي. واحده ماجي صغيره اهي. تمام. وهنا بقى التكه الاخيره خالص اللي هتخلي البطاطس روعه. شويه سكر صغيرين بس، وهنملح وخلاص. شكرا. وصينيه البطاطس خلصت، ما خدتش بالظبط خمس دقايق على بعضهم. تمام. وهي خلصناها اهي. الطماطم خدت غلوه. وهندخل الفرن اهي. والطماطم اللي احنا كنا عاملينها اللي هي خدت بقيه اهو بنزل عليها. وزي ما قلت لكم دي طريقه امي الله يرحمها رحمه الله عليها. واي حاجه انا وصلت لها او انا واخواتي او رحمه الله على امي. وان شاء الله يعني هي في الجنه ونعيمها، هي وامواتنا واموات المسلمين جميعا. ودي صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين، مخدتش وقت. هتكمل بقى سواها، هديها غلوه فوق على البوتاجاز وندخلها الفرن. ما خدتش وقت معانا وبسرعه كده قوي. هعمل رز بشعريه، هعمله وانا معاكم.
وانا مني انا بحب الحاجه مشطشطه، فمع يعني مش هينفع ان انا احط شطه، فاحط كام قرن فلفل كده. انا بحب اكلهم جنب الاكل، ياخدوا من صوص من الصوص كده ان شاء الله. معلش الكاميرا بتتهز مني بقى، سامحوني، انا بصور بموبايلي، وانتوا بجد بقيتوا عيلتي، وبقيتوا يمكن انا سبحان الله، يعني انتوا بقيتوا عيلتي، بقيتوا تحسسوني ان ليا عيله وليا ناس كتير بتسمعني. انا لو كنت اعرف اني هلاقي الراحه النفسيه اللي انا شايفاها دي، انا كنت عملت القناه دي من زمان قوي. وانا زي ما انتوا شايفين دلوقتي حطيت شويه زيت، حطيت حته السمنه اللي قلتلكوا عليها. تمام. هعمل بقى رز بالشعريه. نزلت بالشعريه، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بسيط واكله، والله دي اكله الناس الموظفين، اكله الناس اللي مستعجلين جدا وجايين مش عارفين يعملوا اكل ايه. اكله الناس اللي يعني بنيجي كده، هو احنا مش هنقول نص الشهر ولا اخر الشهر، احنا طول الشهر اصلا. الحياه الاقتصاديه دلوقتي بقت صعبه قوي، والظروف بقت صعبه جدا بصراحه. فاحنا عموما زي ما انتوا شايفين. ومعلش بقى سامحوني، في شويه طماطم وقعوا بس كده على البوتاجاز، انا ما بحبش كده، بس هعملها حالا. هعمل بس معاكم الرز دلوقتي حالا، وهنضف الكلام ده. الظروف بقت دلوقتي صعبه غير الاول، يعني الظروف دلوقتي بقت علينا كلنا صعبه، والحاجه بقت غاليه، الحاجه بقت غاليه جدا يعني الحاجه بقت غاليه. فاحنا دلوقتي بندور على الاكلات الاقتصاديه اللي برضه بتدينا قيمه غذائيه هتعيشنا، وحاجات احنا عملناها في البيت، مش حاجات احنا. لان انا عموما انا ضد الكلام ده، ضد ان نشتري اكل من بره. هي الموضوع ناقص، ده احنا اساسا الظروف بقت صعبه لوحدها. وبعدين يا عيلتي، انتوا عيلتي وناسي بصراحه. اللي انا بندم على اني انا فعلا ما كنتش من زمان ان انا بطلع اتكلم معاكم ولا اخد ودي معاكم. كانت فرقت معايا كتير، بالاخص من ساعه ما ماتت امي الله يرحمها. يعني يا ريتني كنت بجد شغلت نفسي معاكم. بس عموما الاكله هي زي ما انتم شايفين، الموضوع بسيط جدا ومش مستاهل وما خدش وقت مننا، وانا عملت كل حاجه معاكم على الهوا اهو. وادي الشعريه زي ما انتم شايفين اهي، بنزل عليها بكوبايه الميه. تمام. خايفه على الموبايل، هو الوحيد اللي وسيله التواصل معاكم بصراحه. هنملح بس الرز بالشعريه، بنملحه بس كده، وان شاء الله هنزل بره. زي ما انتوا شايفين الرز اهو اول ما غلي، طبعا انا هغطيه وهوطش عليه البوتاجاز، عشان في ناس كتير جدا تقولك استنى لما الرز يتشرب. الرز مادام غلي انت بتقلبه تقليبه مره وانت بتملح، ومره تانية اول ما بيغلي وتوطش عليه البوتاجاز، خلاص ما تقلبش تاني. هو بقى انت تفتح بقى، هو بيقعد بالظبط 10 دقايق، بنفتح باذن الله بنلاقي الميه اتشربت. والموضوع بسيط والله، ما محتاج حاجه، بس هي كلها حاجات بسيطه. هوريكم ازاي. انتوا شفتوا متهيألي الرز بتاعي وبتشوفوه ازاي، ولا معجن ولا اي حاجه. هو بنقلبه يعني هو تقلبتين اهو، وبعد كده نوطي اهو في ميته اهو، بوطش عليه. انا وطيت البوتاجاز وانتوا متهيألي شايفين الشعله بسيطه ازاي، انا موطيه خالص على شعله بطيئه جدا، وبسيبه بقى يستوي فيه. وانا اهو هشوف الرز قدامكم، شايفين بقى ادي الرز، عشان انا قلت لكم نقلبه ونسيبه يتشرب في ميته. سبحان الله، والرز استوى.
زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله. بصوا الرز اهي، رز شايفين المنظر اهو، الرز بالزيت اهو. تمام، وخلاص خلص الرز معانا. هبتدي بقى ادخل باذن الله على الباذنجان دلوقتي. وزي ما انتوا شايفين اهي صينيه البطاطس قدامكم، لسه طالعه حالا من الفرن، حتى باين عليها هي يعني الفقاقيع عماله تطلع منها. والموضوع بسيط ومش مستاهله وطعمها خطير. اهم حاجه الطريقه اللي انا عملت لكم بيها. اللي حابب طريقتي صدقوني جربوا طريقتي وزي ما انتوا شايفين ادي طريقتي وما تنسونيش في اللايك بقى والشير والسبسكرايب، وما تنسونيش يعني وبالهنا والشفا. وادي صينيه البطاطس وبالهنا والشفا. والموضوع بسيط، ونحاول ندبر امورنا في الايام الصعبه دي. هي ايام على الجميع وكلها ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله يعني. وادي الرز اهو انا عملته، ادي اهو قدامكم. وادي هقرب الكاميرا اهو، رز حبايه بحبيت اهو، بالهنا والشفا. وبحبكم في الله وباي باي.